اذا السلام عليكم الاخوان، تحياتنا للجميع. نهضروا على المنتخب المغربي والتألق ديالو وما ينتظرنا في ربع النهائي. صراحه المنتخب المغربي اللي كنا فقدنا فيه الامال بعد ما كان نهزم في المقابله الاولى امام اليابان، وبالاخص الثانيه امام البرتغال ب6-0. رجع استفاق الاشبال الاطلس في المقابله الثالثه بعد الفوز ب16 يعني ب16-0. رجعوا تأهلنا الحمد لله. العوده من كما كيقولوا العوده من راكم عارفين. نتمنوا ديك العوده تخلينا نمشيو بعيد في هذه المسابقه ديال كاس العالم لتحت من 17 سنه. اذا المنتخب المغربي بعد التأهل ديالو والمنتخبات اللي بقاو لحد الان كما كتشوف المكسيك والبرتغال، تفوق البرتغال على المكسيك، تأهل البرتغال. سويسرا وايرلندا، تفوق سويسرا على ايرلندا بما يواجه الربع النهائي ما بين البرتغال سويسرا. المغرب تفوق على مالي، والبرازيل تفوق على فرنسا. اذا اول مره بعد قدرنا نتفوقوا على فرنسا. ما واجهناش فرنسا هذه المره. فرنسا ما واجهناش، يعني قبل من مالي شكون واجهنا؟ راه واجهنا امريكا. كنا قصينا امريكا في ضربات الترجيح بعد ما كانوا متفوقين علينا حتى الدقيقه 89. رجعنا في الماتش وفزنا عليهم في ضربات الترجيح. دزنا امام مالي، تفوقنا عليهم، قدمنا مقابله كبيره، فزنا ب3-2. اذا الان امام منتخب اللي هو قوي وقصى، المنتخب الفرنسي اللي هو البرازيل. المقابله ما بين البرازيل وفرنسا اكيد انتهت ب1-1 وتفوقوا عليهم في ضربات الترجيح. اذا هذا هو ربع النهائي. في هذه الجهه الاخرى اللي فيها النمسا بعد ما تفوق على انجلترا، واليابان اللي تفوق على كوريا الشماليه، والايطالي بعد ما تفوق على اوزباكستان واوغندا، وبوركينا فاسو بعد تفوق بوركينا فاسو على اوغندا. وبوركينا فاسو راه غاديين مزيان صراحه. نتمناو يفوزوا على ايطاليا باش يمشيو للنصف النهائي. اليابان والنمسا غتكون مقابله صعيبه بحكم اليابان انه منتخب قوي. صراحه انا كنرشح اليابان يقدر يمشي حتى للنهائي بحكم انه فاز علينا في المقابله الاولى، ولكن بوركينا فاسو منتخب قوي. للتذكير المسابقه اكثر منتخب فاز بها هو المنتخب النيجيري اللي عنده 5 ديال الالقاب. من وراه كيجي المنتخب البرازيلي اللي عنده 4 ديال الالقاب. نيجيريا وصول الى النهائي اكثر من 7 ديال النهائيات يمكن، فازوا ب5 وضيعوا 2. البرازيل 4 ديال النهائيات متفوقين فيهم، اعتقد انهم تم ما ضيعوا شي 2. وهذا الشيء اللي عارفين لحد الساعه. هذا ما كان في انتظار المقابلات. ان شاء الله غادي نكونوا معكم. راكم عارفين قناتنا الرمندز وقناتنا الان مسموعه. هذا ما كان. شكرا لكم، تلقاو في فيديو جديد او بث مباشر اخر. الى اللقاء.